السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بدأ يخلص والعيد على الأبواب. هنبدأ مع بعض نعمل مع بعض نواعم العيد. هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة، وقد ايه شايفين هو ناعم، مجرد ما تدوسي عليه بتكسر ودايب. ان شاء الله هتعجبكم الطريقة وهتعتمديها. واللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل زر الجرس، ونبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. معانا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. ما عندي مش دقيق متعدد الاستخدامات، هنعمل دقيق خاص بالكحك والبسكوت. هيطلع معاكي كويس جدا وهتنخليه. اهم حاجة لازم تنخليه، دي خطوة مهمة جدا. معانا 300 جرام من الزبدة قطعناها مكعبات عشان نقدر نضربها في المضرب. معانا عدد 2 بيضة. معانا سكر بودر 125 جرام من السكر البودر. معانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. الفانيليا السايلة في نواعم العيد هتديكي نتيجة أحلى كتير من البودر. ما عندكيش استبدليها بالبودر. هنجيب بولة فاضية، نبدأ ننزل فيها بالزبدة بتاعتنا المتقطعة مكعبات. هنضربها الاول لحد ما تفك معانا. الزبده لازم تكون خارجه من التلاجة، تكون ساقعه بس مش جامده عشان ما تبوظيش المضرب بتاعك. طبعا انت ممكن تعملي البسكوت لو عندك عجانه اعمليها، مضرب كهرباء اعمليها، ممكن كمان في ايدك، بس هياخد وقت ومجهود. ويفضل المقادير لنواعم العيد بالميزان. الميزان عندك في المطبخ مهم جدا، هيطلع لك نتيجه هايله. هنبدأ دلوقتي نضرب الزبدة ونفكها الأول، لأن هي هتلاقيها متماسكة قبل ما ننزل بسكر البودر. نبدأ نسيحها بس شوية بالشكل ده. اوعي تنسوني باللايك، يعني اللي داخل يتفرج على الفيديو ما ينساش يعمل لايك قبل أي حاجة. انزلي دلوقتي حطي لايك. هنبدأ ننزل بالسكر ونفضل نضرب فيهم. هي لون الزبدة دلوقتي اصفر، هنبدأ نضرب فيها لحد ما لونها يبقى يفتح ويبقى لونها كريمي وقوامها كريمي ولونها فاتح ابيض. بس من وقت للتاني ريحي المضرب عشان لا قدر الله لا يجراله حاجة او يتحرق. هنقلب الاول السكر البودر عشان ما يطرش في كل مكان ويبهدل الدنيا. هنبدأ نضرب كل ده. خدي وقتك في الضرب لحد ما توصلي للقوام الكريمي الهش جدا زي الكريم شانتيه. هنفضل نضرب كويس جدا. الخطوة دي مهمة. كده بدأ يوصل، كده بدأ لونه يفتح. في خطوة مهمة جدا لازم تعمليها من وقت للتاني طول ما انت شغالة بالسباتولا. نزلي كل اللي على الجوانب، لان فيه هتلاقي زبدة لسه ما اتضربتش وسكر لسه ما اتضربش. كل شوية نزلي الجوانب واضربيها. الخطوة دي مهمة جدا مش هنستغنى عنها. نبدأ نضرب تاني. كده لونه فتح خالص بقى. ده اللون اللي انا محتاجاه والقوام اللي انا محتاجاه في البسكوت. في البسكوت هنبدأ دلوقتي نضيف. هنستخدم الاسباتولا وهننزل الجوانب، وبعد كده هننزل بالبيضتين بيضة بيضة. هنضرب البيضة الأولانية لحد ما تختفي، بس ما مجرد ما تختفي وقفي، ما تبالغيش قوي في الضرب. مجرد بس ما خلاص انت مش شايفاها وقفي الضرب بالشكل ده. هننزل بالبيضة التانية كمان، ومعاهم معلقة الفانيليا كده، وهنضربها لحد ما تختفي البيضة التانية. وهننزل برشة الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا.
في حاجة كمان انا بحب اضيفها جدا في المقادير. انا ما كنتش حاطه ربع كوبايه من الحليب، ممكن تستبدليها بربع كوبايه من عصير البرتقال، وقشر البرتقال ممكن تضيفيه، هيطلع معاكي حلو قوي. هيبقى بسكوت بالبرتقال، بس انا هعمله النهارده بالحليب بالشكل ده. هننزل دلوقتي بالربع الكوبايه الحليب. كلنا بنحب البسكوت طبعا، بنحب نسقسق فيه مع لبن مع حليب، بأمانة ما تستغنيش عنه طول أيام العيد. نزلنا بالربع كوباية الحليب. هننزل كمان في حاجة بتشتريها من عند العطار، اسانس كده بريحة البرتقال وفيه بالموز. انا جايبة بريحة البرتقال، هي مفروض كنت بوريها لكم الازازة بس ما طلعتش في الكادر بتاع التصوير. هنزل بنقطتين بس كده 3 يدوكي ريحة حلوة جدا للبسكوت. وهنضرب بالمضرب لحد ما تختفي، وبكده مرحلة المضرب معانا خلاص، ما عدتش محتاجاه. هنبدأ بقى نشتغل بإيدينا. هنقلب بس ننزل الجوانب عشان لو في بيض او لبن في الجوانب يبدأ يختلط كله ببعضه. هننزل كل اللي في بتاع المضرب في اليد بتاعة المضرب. وقولوا لي عايزين اعمل لكم وصفات ايه تانية او ايه من نوع. انا كده كده هبدأ معاكم، بدأنا بالبسكوت، هنكمل معاكم السلسلة كلها ان شاء الله بإذن الله. تابعيني بس الفترة دي وهيعجبك بإذن الله الفيديوهات اللي هنزلها. كده مرحلة المضرب زي ما قلنا خلصت. هنبدأ نضيف الدقيق. قبل ما نضيف الدقيق هنضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق بتاعنا بالشكل ده. هنضيف الدقيق، مش هنزل بالدقيق كله، انزلي بيه واحدة واحدة عشان انتي مش عارفة لسه الزبدة بتاعتك هتاخد قد ايه كمية من الدقيق، عشان ما يرجعش يزيد معاكي الدقيق وترجعي تضيفي زبدة وهيبقى موال. لا، ضيفيها نص مثلا المقدار بتاع الدقيق الاول، وقلبي فيها لحد ما يختفي. البسكوت يا جماعة ما بتعجنش. تاني، البسكوت ما بتعجنش. البسكوت لو اتعجن هيعمل معاكي عرق وهيعضم ومش هيبقى حلو خالص. فانتي يا دوب قلبي لحد من تحت لفوق لحد ما يختفي معاكي الدقيق، وكده خلصت. كده يبقى البسكوت بتاعك خلص. انما العجين بقى ونلت ونعجن، لا لا لا، البسكوت ما مش محتاج خالص، هو والبيتي فور. كده بقلب لحد ما يختفي الدقيق بتاعنا. هو كده محتاج دقيق لسه. هننزل بالكمية التانية. هو عموما المقدار بتاعي بالظبط هياخد نص كيلو من الدقيق، لا هيبقى اقل ولا اكتر. هنقلب بقى لحد ما يختفي كل الدقيق اللي معانا. مجرد ما يختفي وقفي، وكده خلص العجين بتاعنا. البسكوت بتاعنا ده هيتعمل بالكيس الحلواني، مش بالمكنه. لو بالمكنه ممكن تزودي ربع كوبايه من الدقيق عشان لو عايزه تعمليه في المكنه، بس انا هعمله النهارده في كيس الحلواني. كده خلاص بدأ. انا بعجن بايد واحده عشان الايد التانية هي اللي هختبر بيها العجين. انت طول الايد اللي انت بتعجني بيها دي هتفضل ملزقه،
تعرفي منين ان خلاص العجينه بتاعتك خلاص كده كويسه ومش محتاجه دقيق؟ بالايد النظيفه. حطي ايدك على العجين، هي مجرد ما ايدك تطلع نظيفه او ما بتلزقش فيها كده العجينه بتاعتنا مظبوطه كويس جدا بالشكل ده. كده العجينه بتاعتنا كويسه جدا مش محتاجه اي حاجه ولا اضافه اي حاجه. هنبدا بس ننضف ايدينا ونجيب القمع بتاعنا ونبدا نشكل. هلم بس اللي في الجوانب من البوله بتاعتنا. ده شكل التب بتاع البسكوت، بيبقى مستقيم من تحت وفي مشرشر كده من فوق. لو واضح بالنسبه لكم شكل التب بتاعنا، هو فيه مقاسات. انا جايبه المقاس الصغير مش الكبير، ومستعمله كيس الحلواني. على فكره الكيس ده كنت جايباه باين تقريبا ب2 جنيه تقريبا، انا ما اعرفش دلوقتي بكام. على فكره كويس جدا وبيتحمل. انا بعمل بيه البسكوت والبيتي فور، بيتحمل كويس قوي. هنبدا دلوقتي. ما بحاولش املى الكيس قوي عشان اعرف اتحكم فيه، يعني على قد ايدك عشان ما يتعبش ايدك كمان. نبدا نضغط عليه عشان نطلع الهواء او الفراغات اللي في الكيس بالشكل ده. هنجيب الصينيه بتاعتنا. الصينيه بتاعتنا مش مدهونه اي حاجه. في ناس بتدهنها حاجه بسيطه من الزيت، بس انا فعلا ما بحطش عليها اي حاجه، وما شاء الله بيطلع مش لازق وكويس جدا. هنبدا دلوقتي نشكل. طبيعي اول واحده او تاني واحده بيطلعوا مش مظبوطين معاكي لحد ما ايدك تاخد عليها. التسويه بتاعه المخبوزات عموما او نواعم العيد في صواني ألمونيا، ده من احلى الصواني اللي ممكن تسوي فيها. آه، ده افضل حاجه هتطلع لك التسويه مظبوطه. اما التيفال الجرانيت السيراميك لا، ما انصحش ان انت تسوي فيها بصراحه. اول واحده كده معوجه مش مظبوطه هشيلها وارجع اكمل. ما تقلقيش اللي ما يعجبكيش وشكلها مش عاجبك شيليها واعملي مكانها تاني بالشكل ده. انتي هتثبتي اول طرف وترفعي ايدك من على الصينيه وتشدي، وبالبوز من الاخر بتضغطي عشان تقطعي البسكوته بالشكل ده لحد ما تخلصي كل الكميه او الصينيه بتاعتك. صدقيني سهله قوي ومش هتاخد منك وقت. انتي مع التعود بس مع مسكه الكيس هتطلع معاكي البسكوته مظبوطه. على فكره كلنا في الاول ما كناش بنعرف نمسك الكيس الحلواني. مع التعود خلاص بتبقى بالنسبه لك حلوه وسهله. اهم حاجه ارفعي ايدك وانت بتنزلي البسكوته بحيث تطلع محمله بالظبط كده. الاطراف دي كلها هنسويها دلوقتي، هقولك هنسويها ازاي. ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصناها. بظهر معلقه او بسكينه بتبدأي بس تضغطي من قدام ومن الطرف عشان تساوي شكل البسكوته بحيث تطلع مهندمه وشكلها حلو. ما فيهاش كده شكلها مش ظريف من الطرفين بتوعها. لا، تطلع متساويه زي اللي بنجيبه من بره بالشكل ده. خلصنا بقيه الصواني. اتفضل معانا حته من العجينه. هجيب نص معلقه من الكاكاو وانخله. الكاكاو لازم يتنخل يا جماعه لان بيبقى فيه تكتلات، والتكتلات دي مهما حطيتيها وعجنتيها مش هتروح من العجين، عشان كده بننخله. طبعا الكاكاو نفس الدقيق. فطالما ضفنا نص معلقه من الكاكاو هنضيف معاهم نص معلقه من الزبده عشان تطري معايا العجينه بالشكل ده ونعجنها. هتتعجن بسرعه ونبدا نشكلها برضو. انا بفضل البسكوت الشوكولاته او اي حاجه فيها شوكولاته ضيفي معاها في الصينيه بسكوت اللي هو الفانيليا الابيض عشان تعرفي التسويه بتاعتك المظبوطه، ما يتحرقش منك لانه لونه غامق طبيعي فانت مش هتبقي عارفه تسويته ازاي. فضيفي معاه بسكوت فاتح، ده هيظبط لك التسويه اكتر.
ده الكميه فين بقى؟ بتاعتنا اللي طلعت، زي ما انا بقول لكم حاطه البسكوت فاتح مع البسكوت الشوكولاته. دي الكميه بتاعتنا اللي طلعت. هندخلها في الفرن على درجه حراره 180 او 170 حسب فرنك. لو هو عالي قللي على 160. في الرف الاوسط انا بشغل من تحت بس لحد ما ياخد لون، وبعد كده بشغل من فوق ياخد اللون بتاعه. ما بيطولش في الفرن البسكوت، ممكن ربع ساعه تلت ساعه بالكتير. هنطلعه من الفرن وهوري لكم البسكوت بتاعنا. ده شكل البسكوت بعد ما خرج، اللهم بارك، شكله حلو جدا. شايفين ان التسوية بتاعته حلوة ازاي، ولونه حلو قوي. حابة تغمقي عن كده في ايدك، حابة يبقى افتح من كده برضو في ايدك، ده حسب ما انت بتحبي اصلا تسوية البسكوت عاملة ازاي او لونه. انا هبدأ مع بعض دلوقتي نحطه في العلبة ونشوف وزنه قد ايه. من نص كيلو دقيق عمل معانا كمية قد ايه. ده الميزان بتاعنا ودي العلبة. في نقطة مهمة جدا ومعلومة مهمة جدا. العلبة بتاعتك اللي انت هتحطي فيها يا علبة بلاستيك محكمة الغلق، يا مثلا علبة زي دي لو انت شغالة شغل اونلاين. لازم تحطي في ارضية العلبة كيس بلاستيك. ليه بقى هحط كيس بلاستيك؟ عشان ما العلبة بتاعتنا ما تتشربش من المادة الدهنية وينشف منك البسكوت او ايا يكن البسكوت البيتي فور الكحك الغريبه. لازم تحطي في الارضيه كيس بلاستيك هيحافظ عليها ويفضل محتفظ بالمواد الدهنيه اللي فيه. وكمان ما يعلمش في ارضيه الكرتونه او العلبه. السوائل بتاعتك او الدهون بتاعتك هتعلم في الارضيه، شكلها مش هيبقى ظريف. فانا بفضل تحطي كيس من البلاستيك اللي هي من اكياس التلاجة، افتحيها وحطيها بس في الارضيه، هيحافظ عليها. اولا مش هتنشف منك. هنبدأ نرص كل البسكوت بتاعنا وهوريكي دلوقتي عمل قد ايه الكمية بتاعتنا، ونبدأ نرصها واحدة واحدة. دي الكمية بتاعتنا عملت 870 جرام، لان في بسكوت اتاكل منه، يعني 870 880 يعني حسب. دي الكمية بتاعتنا ما شاء الله من نص كيلو من الدقيق. ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي؟ صدقيني جربيها وهتعتمد الوصفة ومش هتبطلي تعمليها. عايزه اوريكم بس قد ايه البسكوت بتاعنا هش وطري. شايفين دايب ازاي؟ اللهم بارك. اللهم بارك. واستنوني في الفيديوهات الجايه نكمل مع بعض شغل العيد. صدقيني هيعجبكم جدا. واستنوني في وصفه جديده وطبخه جديده من مطبخنا مطبخ الماسة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.